صابلي بريستيج بالشوكولا محشي بكريمة الزبدة والكراميل. هاد الحلوى اللي بزاف هايلة شكلا وذوقا. تبعوا معايا فيديو الاخير باش نديرو كيف هاد الصابلي اللي نتمنى ان شاء الله كامل يعجبكم وان شاء الله كامل تسيوه وتمدوا لي رايكم. اروحوا كيف نديرو هاد الصابلي. اول حاجه نبداو بها هي عجينه الصابلي اللي نحتاجو فيها 250 غرام تاع زبده تكون بدرجه حراره المطبخ، نديرو عليها رشه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، وكاس تاع سكر ناعم، وحبه تاع البيض. نخلطو مليح هاد المكونات بيدنا حتى تولي لنا اون كريم. نضيفو عليهم كاس تاع المايزينا اللي هي النشاء، وندخلو مليح هذيك المايزينا في المكونات نتاعنا. بعد ما خلطنا مليح نضيفو عليهم 2 مغارف تاع الكاكاو البني، نجوزو هكا على صفايه باش ما يبقاولناش هذوك الحبيبات في العجينه نتاعنا، ونبداو نضيفو في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا العجينه تكون طريه. هنايا ديروا كيس تاع خميره الحلويات المقطع راح لي يسمحوا لي. ضفت هنايا الكاس الثاني تاع الفرينه ونبداو نضمو في العجينه نتاعنا. هنايا ملاحظه فقط، عجينه الصابلي ما لازمش تعجنوها، يعني طموها غير بالاصابع تاع يدكم برك. وهذيك العجينه اللي لازم تحصلوا عليها لازم تكون عجينه طريه، ودات لي حوالي 3 كيسان غير ربع تاع الفرينه. نتوما قادر تديلكم اكثر قادر قل على حسب الفرينه نتاعكم. ونبداو نفتحوا العجينه نتاعنا في كيس بلاستيكي هكذا باش ما تبقاوش تزيدوا في الفرينه وتنشفوا العجينه نتاعكم. من الافضل تفتحوها في كيس بلاستيكي، وما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. كيما راكم تشوفوا نجيبوا الطابع تاعنا ونبداو نطبعوه في الحبيبات تاع الصابلي تاعنا. هنايا الطابع تاعي كبير شويه، نتوما تقدروا ديروا الطابع اللي صغير عليه. وندخلوا الصابلي تاعنا للفرن على 180 درجه، راهو بالخف يطيب عسوه باسكو العجينه فيها الكاكاو، بالخف تنشف. وهاوليك الصابلي تاعنا بعد ما طبنا، شوفوا كيفاش طابلنا كامل كيف يعني طابلنا كامل على حبه. هنايا نروحو نحضرو كريمة الزبدة اللي نحتاجو فيها 125 غرام تاع الزبدة تكون طرية يعني بدرجة حرارة المطبخ. نطلعوها مليح بالباطور كيما راكم تشوفوا حتى اللون تاعها يولي لنا ابيض. نضيفو عليها 125 غرام تاع سكر غلاس يعني سكر ناعم، ونبقاو نطلعو فيها. يعني السكر ما تضيفوش كامل دفعة واحدة، بقاو تضيفو فيه غير بشوية حتى تكملوا كامل الكمية تاع السكر اللي عندكم اللي هي 125 غرام تاع السكر، حتى تتحصلوا على كريمة زبدة تكون هكا شادة روحها، وكي تقلبوا يعني هذاك الغيسيبيون ما تسيحش كيما الشونتيي كي طلعوها. ضفت عليها هنايا مغرف كبيره تاع التوفيا كراميل يعني للبنه برك باش تجي فيها هذاك البنه تاع الكراميل. نتوما تقدروا ديروا كراميل ولا شوكولا ولا اي عطر تاع ولا اي منكه حبيتوه. بعدها نديرو كريمه الزبده تاعنا في اون بوشادو هكا تاع بلاستيك، ونبداو نحشو في الصابلي تاعنا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. والصابلي تاعكم صفوه بهذه الطريقه باش تجيكم الخدمه سهله ومنظمه. وفي هذاك الفراغ اللي خليناه في النص نديرو فيه الكراميل. سينو تقدروا ديروا شوكولا تارتيني في بلاصه الكراميل ولا كرانشي ولا اي حاجه حبيتوها تقدروا تحشو بها. ونبداو بهذه الطريقه نديروا يعني كل حبه فوق اختها كيما راكم تشوفوا. وبعد ما خلقنا كامل الصابلي نجيبوا الحبه تاع الصابلي تاعنا كيما راكم تشوفوا، نضغطوا عليها شويه. كي تخرج لنا هذيك كريمه الزبده في الاطراف نمسحوا يعني هكذا نمسحوا كامل الاطراف. وهاوليك الصابلي تاعي بعد ما غلقته كامل كيما راكم تشوفوا نخلوه يبرد مليح. من الاحسن تخلوه يبات ليله كامله في الفريجيدير باش هذيك الكريمه تشد روحها. وبالنسبه للتزيين تاع الصابلي تاعي عندي هذا المول اللي فيه هذو الدوائر الصغار كيما راكم تشوفوا. عندي هنايا كميه تاع الشوكولا ذوبتها يعني بلا ما ديروا لها حتى حاجه. نبداو نديروا هكذا في البانسو يعني نعمروا هذوك البولات هذوك بالشوكولا. كي نكملوا كامل هاد الدوائر اللي عندنا نخبطوهم مليح وندخلوهم للكونجيلاتور واحد 2 دقائق وعاودوا خرجوهم. وهنا بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا تلقاوهم جامدين هكذا يعني ديك الشوكولا جمدت. نزيدوا الطبقه الثانيه كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقه اللي درناها في الاول. كيف نعاودوا ندخلوها للكونجيلاتور 2 دقائق ونخرجوها. ونجو نديمولو الحبات نتاعنا كيما راكم تشوفوا يعني 2 طبقات حيكونوا كافيين. وهم لي هنايا الحبات تاعي بعد ما نحيتهم كامل كيما راكم تشوفوا
يعني شوفوا ما يتكسروا ما والو، يعني ديروا زوج طبقات ما تخافوش منهم ما حاش يتكسروا لكم. وهنايا باش نكلاصو الصابلي تاعنا جبت هنايا شوكولا ذوبتها ضفت عليها زوج مغارف تاع الزيت باش تمد لنا هذيك اللمعه، ونبداو نكلاصو في الحبيبات تاع الصابلي نتاعنا بهذه الطريقه. وبعد ما نكلاصو كامل الصابلي تاعنا نخلوه ينشف مليح، لازم هذيك الشوكولا تجمد مليح. وهنايا نجو نكملو التزيين تاع الدوائر تاعنا. هنايا حكمت هذوك الدوائر تاعنا عمرت فيهم يعني شويه تاع الكراميل كيما راكم تشوفوا، ما تعمروش الكراميل كامل حتى للفوق، يعني غير شويه برك. وهنايا تجيبوا اي نوع تاع مكسرات حبيتو حطوه فوق هذيك الكراميل. كيما انا هنايا في الاول بديت بالجوز، يعني حبه جوز قسميها على 4 ولا يعني ما تكثريش غير شويه برك، اصلا هما راهم صغار. وجبت هنايا شويه بيستاش كيما تقدروا ديروا هذاك ورد الشوش، يعني حطوه من فوق هذيك الورده ثاني كتجي بزاف شابه. وجبت هنايا ثانيك الكرز المصبر باش نكسروا هذاك اللون، وهذاك اللون الاحمر يمدنا منظر جباب كيما راكم تشوفوا. وانتم زينوا بواش حبيتو، ماشي لازم ماكمش مقيدين ديروا واش درت انا. وهنايا هاوليك الصابلي تاعنا بعد ما نشفنا نجيبو كميه هكا صغيره تاع الشوكولا نديروها من الفوق باش نلصقو هذاك التزيين اللي درناه. وهنايا كيما راكم تشوفوا انا المول اللي خدمت به شويه كبير، نتوما لا عندكم طابع صغير عليه شويه من الافضل يجيكم خير وخير. وهنايا كتزيين بسيط جبت له هنايا المنمع الذهبي درتو هكا في اون بوصاطه تكون نقيه، ونرشو من الفوق يمد لكم الشكل بزاف شباب. اي فوالا كان هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا، شوفوا كيفاش يجي شباب ما شاء الله. وهاد الحلوه كيما شفتوها راهي بزاف سهله، تقدري ديريها في اي مناسبه عندك تحمر لك وجهك. وهنايا شفتوا الصابلي شحال شباب، زعما قلت ندي حبه معايا للبحر نقسمها معاكم منزوخه عليكم شويه بالبحر. ايا زعما لحقت كل عجب. المهم الصح في البنه شوفوا شحال يجي طري ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم.